السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخوات، مرحبا بكم فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم اللحم الحمص والدنجة المقلي. غادي ندوز مباشرة للطريقة والمقادير. عندي هنا اللحم القياس الكافي، أنا عندي هنا البقري، إذا كان الغنمي أحسن. عندي بصلة كبيرة مربعات، بطيشة كبيرة محكوكة، الربيع، عندي الثومه. انا تنستهلك نكثر الثومه في الطياب ديالي، يعني كيلو راه كندير فيه حتى 6 ديال الريوس. عندي نص معلقه ديال الابزار، معلقه عامره مزيان ديال السكينجبير، معلقه ما عمراش ديال الكركم، الملحه حسب الذوق. غادي نزيد واحد شويه د الابزار لان غادي حتى الحمص غادي ناخذ له المرقه من اللحم صافي. والزيت دائما كاينين البنات اللي تيتشكاو من المرقه تجيهم خفيفه، هذيك غير من الزيت قليل. الا كانت الكثره غادي تكثروا الزيت باش تعطيكم تكون المرقه كثيره وفي نفس الوقت خاتره. صافي يلا كتغلي الكركوط واحد 10 دقائق، تناخذ منها شويه ديال المريقه. صافي ونكمل بالماء غير باش حتى هو يطيب الجديد. حمص غادي نزيد واحد شويه الملحه، صافي وغادي نخليه يطيب. العافيه مهيله لا هو لا اللحم هذا الملج كياخذ ساعه ونص، العافيه قل من المتوسطه. راه تيطيب زبده. صافي غادي ناخذ داك الماء الحمص نزيد شويه د الماء حيت غادي نهز منه الحمص. صافي غير يغلى شويه. عندي هنا الدنجل، غادي ناخذ واحد جبانه ندير فيها الماء، ندير فيها معلقه كبيره ولا 2 صغار ديال الملحه، معلقه صغيره ولا معلقه كبيره ديال الخل ولا حتى اكثر.
نقطعهم دوائر شويه، يكونوا غليظين شويه، ما يكونوش رقاق. صافي غادي نديرهم في هذا الماء والملحه والخل. ونخليهم ربع ساعه ونديرهم يقطروا. صافي وغادي نشد واحد بابي كويزين ولا توب ونشف. الزيت راه عندي تيسخن، الا بغيتو ديروه في الفران عاد نديروه في الفران، ولكن دابا مع التصوير خصني نقليه باش يجي نديرو على وصولو بهاد الطريقه هذه. الدنجال ما تيشربش بزاف الزيت، تيشرب ماشي بزاف، ماشي بحال تيدار مباشره يتقطع ويدار في المقله. الا كان غادي يدار يتحط في الطبيصلات جناب الطبله يتمرمر في الطحين بهاد الطريقه. مع الطحين ما تيشربش بزاف، تديروا الزيت هانتوما غادي ديروا الزيت ويتقلى، وغادي يبقى الزيت ناقص واحد شويه ماشي بحال هكا. الخضره باش نخضروا به اللحم خاصو يبقى في لونه. حتى في الفران تيجي زوين، ماشي بحال ولكن ما بيش الانسان اللي تيتجنب القلي في الفران حسن.
دائما العافيه تكون متوسطه ولا قل من متوسطه شي شويه، ما تجهدوش. الا كانت الشعله مجهده بزاف تتحرق، ما تيجيش القلي اللون ديالو زوين. صافي هذا هو اللون اللي بغيت. ونحطوه فوق بابي كويزين. وتيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اليوم، اللي هو اللحم بالحمص والدنجه المقلي. تيجي على هذا الشكل هذا. التقديم تيبقى حسب الرغبه، كيف ما بغيتو تقدموه قدموه. دوك الرويصات انا شديتهم، كاينين اللي تيطيبهم مع اللحم، انا قليتهم حتى هما باش ما يخسروا لياش المذاق ديال اللحم. الدنجال ها هو لون واحد. انا ماشي تنعلمكم تقليو الدنجال، راه كلشي تيعرف يقلي الدنجال. انا تنركز على البنات والمبتدئين والمبتدئات يقليو الحاجه من الاول، يتعلموا يقليو الحاجه يجيبوها لون واحد. تنقدم لكم بصحه وراحه، وتنقول لكم دائما مرحب بكم في قناتكم وداركم هذه. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.